من اكتر مشاكل ديدي الاسعار المنخفضه والخطيفه، وفليكس مبهدل الدنيا والدنيا خربانه. النهارده باذن الله هقول لك على تريكايه هتعملها في ابلكيشن ديدي هتخليك تاخد كل الرحلات باعلى سعر. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن اكتر شركه غامضه عندنا في مصر شغاله معانا من بدري، وهي شركه ديدي. شركه ديدي زي ما انت عارف مش اي حد بيفهمها، خاصه بقى ان هي كانت في الاول مشغله وصلني، وكانت شغاله زي الفل و100 100، ودلوقتي راحت دخلت لنا فليكس ليها فتره، وفليكس ده في حوارات وخطيفه وتنزيل لسعر الكيلو وبهدله، بقت يعني شبه ان درايفر. هي برضك ما توصلش لدرجه زباله ان درايفر، بس هي ايه، قربت منها. فديدي بتقعد تلعب معانا بشويه حوارات، ومش عارف تدي العميل خصم، وتيجي انت تروح حاطط سعر، لما توصل للعميل تلاقي سعر تاني، ومدخلاك في لفه كده وحوارات. مش اي حد يقدر يشتغل بشكل كامل او صح على ديدي فليكس، ناس معينه هي اللي فاهماه وشغاله عليه على طول، حتى قافلين اوبر كمان. فالنهارده باذن الله هقول لك على طريقه، لو كملت معايا الفيديو للاخر تحاول تاخد اعلى سعر في ديدي، تخليك تاخد اعلى سعر، حتى لو قبلت الرحله بسعرها هيبقى بالنسبه لك سعر كويس وسعر عادل. زي ما احنا عارفين ان اوبر مثلا بتديك سعر وتقول لك اذا كان عاجبك الكيلوات اهي والسعر اهو، عاجبك السعر عاجبك. بس في 90% او 99% من رحلات اوبر بتفتح الرحله بتلاقي مثلا بيكون مديك 5 كيلو، بتفتح الرحله بتلاقيها 5 كيلو، وممكن لو انت فاهم الطرق ممكن تنزلها عن 5 كيلو كمان وتخرم وتخش في طرق كويسه، او طرق انت عارفها تقلل الكيلوات. ان درايفر بتشتغل على الثغره بتاعتها، اللي هي الثغره بتخلي العميل يطلب باقل سعر، او العميل يحط السعر اللي هو عاوزه، بيديله ان انت ايه، اطلب قلل على قد ما تقدر، يعني السعر المناسب بتاعك خد بيه، ممكن 12 جنيه 15 جنيه اللي انت عاوزه. فدي الثغره بتاعت ان درايفر. دي بقى بتلعب لنا في موضوع الكيلوات. من الاول قلنا على الكلام ده ان هي مثلا بتضرب لك كيلو او 2 كيلو وبتنزلهم عن الكيلوات اللي مديها لك في الاول، بتلاقيهم زادوا 2 3 كيلو. دلوقتي دي بتضرب جامد جدا، بتديك اكتر من 60% 70% كيلوات. يعني بص الرحله اللي انا جايبها لك دي، الراجل ده كان عند سيتي ستارز امبارح باعت لي الرحله دي. بص الرحله كانت جايه له 2 كيلو و100 متر. تخيل بقى، بص بقت كام كيلو، زادت يجي 5 6 كيلو، عشان خاطر ايه، الراجل فتح الجي بي اس. دي بتشتغل الكباتن اللي هي مش فاهمه. فانت عشان تشتغل في دي وتكون فاهم انت رايح فين وجاي منين، لازم تبقى عارف المكان ده رايح فين وجاي منين، او تبقى شغال في منطقه عارفها وحافظها وعارف شوارعها، ومحتاج ان انت تعرف من هنا لهنا قد ايه. مش محتاج ان انت تبص على الابلكيشن. يعني اللي يشتغل على دي في الفتره الجايه ده لازم يكون فاهم كويس في الطرق. ليه بقى؟ انا مش لازم اقول للابلكيشن المسافه قد ايه، انا بس ببص على الخريطه بشوف ان هو واقف هنا ورايح هنا، انا عارف دي قد ايه. مش محتاج الابلكيشن يقول لي، عشان الابلكيشن هيقول لك غلط، عشان تقدر تحط سعر عادل ليك. وزي ما احنا عارفين طبعا ان الشركه الوحيده اللي قالت لك ان انا زودت 6% هي شركه ديدي، وبعتت للناس كلها وقلبت الدنيا وعملت حوار كبير. بس للاسف في حاجه غايبه عن ناس كتير، ان ديدي ملهاش سعر اساسا. ديدي ملهاش يعني اسطمبه للسعر او سعر للكيلو عشان تقول لك انا زودت 6%، فمحدش عارف اي حاجه في اي حاجه. وهي اعلنت الموضوع ده في اول الشهر، وهي ديدي كل اول شهر اساسا بيكون سعرها عالي شويه، او بتعلي الرحلات شويه زي ما احنا متعودين منها كل اول شهر، وبتدي عروض للعملاء عشان يركبوا اكتر والكلام ده. لكن بعد كده او في الاوقات المريحه بتلاقي ديدي تعبان خالص. يعني الصبح مثلا بتلاقي اسعار ديدي في السماء، بعد كده بتنزل تاني. فالنهارده بقى انا باذن الله جايب لك موضوع، او اللي هو الشق الثاني من الفيديو بقى، ان انت ازاي تاخد اعلى سعر في ديدي. يعني دلوقتي احنا وصلني ده بيبقى قليل قوي في ديدي، فليكس هو المنتشر وهو اللي شغال بشكل كامل. فاحنا عاوزين ناخد اعلى سعر في فليكس بقى، 8 جنيه كيلو 10 جنيه كيلو زي ما انت عاوز. كل ما هتكتر عدد الكباتن كل ما هتاخد اعلى سعر للكيلو. ودي مش فكرتي، دي فكره كباتن مع بعض عملوها جربوها كذا مره، ليهم فتره شغالين عليها وظابطه معاهم زي الفل. ان انت مثلا معاك رحله في ديدي او فاتح ابلكيشن ديدي وقاعد مع اصحابك، احنا هنقول مثلا ان انت ما تعرفش حد، اعمل الموضوع ده لوحدك وبلغوا الكباتن كتير تعرفها في جروبات او في اي حته، او لو مجموعه كباتن عاوزين يتاكدوا من الكلام اللي انا بقوله ده، انا جربته. ان انت مثلا تكون قاعد مع 10 كباتن 15 كابتن مع بعض، قاعدين في قهوه قاعدين في مكان معين، كل الكباتن تفتح ابلكيشن ديدي ككابتن، وبعد كده يخش على ابلكيشن ديدي كعميل ويفتحه ويعمل نفسه بيطلب رحله، ان هو واقف هنا ورايح هنا، يعمل نفسه ان هو يطلب رحله وما يدوس تاكيد، ما يطلبش، هو بس يحط على الخريطه ان هو رايح من هنا لهنا. بس الافضل يعني عشان الشركه برضك مع التكرار الموضوع ده هتاخد بالها، الافضل يكون معاك تليفون تاني برقم تاني وتعمل عليه ابلكيشن للعميل وتفتحه وتفضل سايبه مفتوح على ان انت بتطلب رحله.
وتبقى فاتح ابلكيشن الكابتن. هو الموضوع عامل ازاي؟ الشركه بتقول لك انا ما بزودش الا عن طريق العرض والطلب، فاحنا عاوزين نوصلهم لدرجه العرض والطلب. وخلي بالك الموضوع ده لو عملته في اي ابلكيشن تاني، اندرايفر، كريم، اوبر، هيعلي السعر غصب عنه. الشركات دي كلها شغاله على موضوع العرض والطلب، تمام؟ فالعرض والطلب ده نظامه ايه؟ ان مثلا المنطقه دي فيها 100 كابتن، ال 100 كابتن دول فاتحين ومستنيين رحلات ومفيش غير 20 عميل، فالسعر هتلاقيه نازل لتحت. ده نظام العرض والطلب. طب العكس بقى، لو في 100 عميل بيطلبوا وفي 20 عربيه بس، السعر يعلى. فده نظام العرض والطلب. فانت تزود لهم العرض والطلب. ليه بقى؟ احنا عاوزين الفتره الجايه نرغم الشركات ان هي تزود. انتوا دلوقتي بتقولوا ان انتوا مش هتزودوا عشان العرض والطلب قليل والكلام ده، خلاص هنزود لكم العرض والطلب. اي كابتن يبقى شغال على ابلكيشن، مثلا في حد ما بيحبش يفتح ديدي، افتح اوبر واعمل كده، افتح ابلكيشن العميل على تليفون تاني، الافضل على تليفون تاني، عشان ساعات السيستم بتاع الشركات بيقرا ان انت فاتح الاثنين على تليفون واحد، فبيفهم ان انت بتعمل الحركه دي. فالافضل حاجه تليفون تاني برقم تاني. طبعا هتحط اسم غير اسمك او تحط اسمك مش فارقه، عشان كده كده ده تليفون تاني، وتعمل تبقى فاتح ده وفاتح ده. ليه بقى؟ هتزود لهم العرض والطلب، عشان هو بيقول لك ما بزودش لما يكون في عرض وطلب. خلاص احنا هنعمل لكم عرض وطلب. والفكره دي فعاله جدا، لو قدرنا نوصلها لكل الناس او كل الجروبات او كل حته بفضل الله هتعمل قلبان للشركات. هترغم الشركات بعد كده ان هي تحط سعر محدد للكيلو، ما تبقاش بتشتغلنا. يبقى مثلا وقت تلاقي سعر الكيلو 3 جنيه و4 جنيه اللي هو الوقت النايم، وقت تاني تلاقي الكيلو وصل ل7 و8 جنيه. لا يا باشا، انا عاوز اثبت سعر الكيلو، ما تشتغلنيش. يعني هو اليومين اللي حاصلين دول او الفتره اللي احنا فيها دي اشتغالات من الشركات، كل شركه بتشتغلك بطريقتها. اوبر بتنصب عليك، اندرايفر بتسلمك للعميل، دي بتضحك عليك وتقول لك انا بديك مش عارف 5% مش 5%، مع انها مقفوله عند ناس كتير الفتره اللي فاتت دي او اليومين اللي احنا فيهم دول. ناس كتير بعت لي ان هي اتقفلت عندهم، وتلعب لك في سعر الكيلو، تنزله لك ومش عارف تعمل ايه، وتديك مثلا المشوار ده 2 كيلو وهو يبقى 5 كيلو، وحاجه قله ادب. شركه خبيثه شويه، دي ملهاش ملكه او ملهاش نظام. فاحنا عاوزين نرغمها وندوس عليها ان هي تحدد لنا سعر للكيلو، هي وكل الشركات. خلي بالك بس الموضوع ده فعال جدا مع دي. فاحنا عاوزين نوصله لكل الناس وكل الجروبات عشان ناخد اعلى سعر للكيلو في كل الشركات. بس هي الموضوع فعال جدا مع دي، وهو يبقى فعال بردك مع اندرايفر، عشان اندرايفر شبه دي قوي في موضوع وصلني، قصدي فليكس والكلام ده. وباذن الله بردك لو جربناه في اوبر، بس اوبر ايه، عاوز اجمع كباتن كتير شغاله في اوبر عشان نجرب الموضوع ده، وباذن الله هيكون فعال، عشان هو كل الشركات السيستم بتاعها شغال على نظام العرض والطلب. بس اهم حاجه بقى بالله عليك وصل الفيديو كل الناس وكل الجروبات، عشان خاطر كل الناس لو عملت الكلام ده، سواء تعرف كباتن ما تعرفش كباتن، انت وانت شغال اعمل الحركه دي. طول ما انت معكش رحله اعمل الحركه دي. لو كل الكباتن اللي في منطقه واحده عملوا نفس الحركه، الشركه هتزود سعر الكيلو غصب عنها. فيا ريت نوصل الفيديو لكل الناس ونعمل احنا الحركه دي عشان خاطر تكون فعاله، ونزود سعر الكيلو غصب عن عين الشركات، عشان الشركات بتشتغلنا، لا احنا بقى نشتغل لكم في الازرق. هو ده الصح. عشان بجد اليومين اللي فاتوا دول ناس كتير بتشتكي، وناس طلعت تقول لك اصل انتم مش عارفين تشتغلوا. لا يا عم، احنا بقى هنعرف نشتغل بفضل الله. بس اهم حاجه بقى، لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله ابعتها لنا. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.